عايزه اقول لكم ان ده من اكتر الفيديوهات اللي طلبتوها مني، وهو ازاي نذاكر ماده العلوم. الامتحانات قربت ومش عارفين نلم الماده دي ومش عارفين نذاكرها، فاعمل لنا فيديو لماده العلوم، وكمان قول لنا نراجع مع مين يوتيوب وكل حاجه تخص الماده هنتكلم فيها النهارده. الناس اللي عندها مشكله بقى في الحفظ وفي المصطلحات العلميه وفي التجارب اللي بتبقى موجوده في الماده دي والمسائل والحاجات اللي بتبقى رخمه شويه في الماده عامله مشكله لمعظم الناس، هنتكلم عن كل حاجه تخص ماده العلوم النهارده في الفيديو ده. فاهم حاجه اتاكد ان انت مشترك معانا في القناه عشان توصلك الفيديوهات الجايه، لان انا هنزل لكل المواد. وكمان اكتبوا لي في التعليقات بقى عايزين الفيديو الجاي يكون لماده ايه عشان انزله لكم بسرعه. وبس كده، يلا كمل معايا الفيديو. ملحوظه بس قبل ما نبدا في اي حاجه، عايزه اقول لك برضو لو انت طالب في اولى او تانية اعدادي وبتتفرج على الفيديو، فالنصايح برضو موجهه ليك، مش بوجه كلامي بس لتالتة اعدادي، لان طريقه مذاكره العلوم واحده حتى لو انت في ابتدائي برضو. فطريقه مذاكره العلوم اللي انا هتكلم عنها النهارده هتنفعك وهتساعدك برضو، فكمل معايا برضو الفيديو. عايزه بجد اشكر كل الناس اللي كتبت لي تعليقات حلوه كده على الفيديوهات اللي فاتت. شكرا بجد ليكم كلكم بجد ولتشجيعكم ليا. عايزاكم بقى تنزلوا على الفيديو ده تكتبوا لي اكتر عدد من التعليقات علشان انزلها الفيديو الجاي. وبجد شكرا ليكم ولتشجيعكم ليا، بجد كلامكم ده بيفرحني جدا. كل ما انتم هتشجعوني هتلاقوني بنزل لكم فيديوهات كتير، وبنزل لكم الفيديوهات اللي بتطلبوها مني في التعليقات والمواد اللي انتم بتقولوا لي اعملي لنا ليها فيديو كده. فمحتاجاكم بس ان انتوا تشجعوني عشان احس كده ان انا بعمل فيديوهات وفي ناس بتسمعها، مش انا بس اللي بعمل فيديوهات لنفسي. المهم يلا بينا نبدأ دلوقتي ونشوف بقى ازاي هنذاكر مادة العلوم. اول حاجه بقى انا عايزاكم تركزوا معايا كده، علشان الماده دي من المواد اللي محتاجه مننا حفظ وفهم. يعني مش هقولك الماده دي بتعتمد على الحفظ فامسك الكتاب اقعد احفظ 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 وهتلاقي نفسك بتحل كويس في الاسئله وكده، ولا هقولك اقعد افهم من غير ما تحفظ، لان برضو في حاجات محتاجه ان انت تحفظها. طيب هنعمل ايه؟ هنبقى متعادلين كده في الاتنين مع بعض. اول حاجه انت هتبدا ان انت تجهز كل ادواتك وكل حاجه انت هتحتاجها، والمراجعه اللي احنا هنراجعها للماده دي انا هقول لكم ازاي تراجعوها على يوتيوب. اليوتيوب هيساعدكم جدا جدا في ان انتوا تلموا الماده في اسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت تكونوا لامين كل التفاصيل. وفي نفس الوقت هقول لكم على افضل الكتب اللي تراجعوا منها. وطبعا واضح جدا من الفيديو ومن الفيديوهات بتاعتي اللي انا بنزل لكم فيها على طول كتاب الامتحان. كتاب الامتحان كويس قوي قوي في الاسئله، في الشرح، في الاجابات، كل حاجه الكتاب كويس فيها. كمان المفكره اللي بتكون مع الكتاب حلوه جدا جدا للمراجعه. فانا يعني ده واضح من الفيديوهات بتاعتي دايما اللي بقول لكم فيها استخدموا كتاب الامتحان. فاول حاجه كده احنا هنجيب كتاب الامتحان والمفكره بتاعتنا وكتاب الاجابات. طب انا لو مش متوفر معايا ان انا اجيب الكتاب ده، لان انا مثلا جايبه المذكره بتاعه المدرس ومش هقدر ان انا اجيب الاثنين مع بعض، انزل الكتاب PDF. طيب انا مش عايزه انزل الكتاب PDF، اذاكر من المذكره عادي، انا ما عنديش اي مشكله. المدرس بيبقى عامل مذكره المراجعه، بيبقى عامل المذكرات بتاعه الشرح فيها نفس الكلام، بس انا بتكلم على المفكره اللي بتكون موجوده مع كتاب الامتحان. دي بتكون لمه وملخصه وشامله كل حاجه، وهنتكلم عنها بالتفصيل برضو بس لما يجي وقتها. المهم ان انا كده هجهز كل ادواتي وكل حاجتي. طبعا لو هنحتاج الاله الحاسبه في المسائل هنجيبها برضو معانا. ونيجي بقى للمذاكره نفسها. انا ازاي بقى ابدا ان انا اذاكر كده الماده؟ عندك طبعا ان انت تذاكرها يوتيوب، وعندك ان انت تذاكرها لوحدك. طيب هنيجي للناس اللي بتحب ان هي تذاكر لوحدها ومش عايزه تسمع يوتيوب. اليوتيوب ده هيكون كويس جدا للناس اللي ما تعرفش حاجه عن الماده وضايعه فيها جدا جدا جدا. دي الناس بقى اللي هتحتاج اليوتيوب. لكن لو انت تمام اصلا في الماده وكنت ماشي فيها في الدروس وعارف الماده بتتكلم عن ايه وعارف الوحده الاولى والثانيه وهكذا، فراجع مع نفسك انت وما تضيعش وقت بقى في انت تعيد وتسمع الكلام تاني، لان انت دلوقتي محتاج ان انت تحل طالما انت كده كده عارف الشرح. اول حاجه هتعملها ان انت هتراجع كده مراجعه سريعه من الكتاب بتاع الشرح نفسه، وهتبدا ان انت تمر على الكلام كله. هتلاقي حاجات مثلا وقفت معاك هتبدا ان انت تشرحها لنفسك في ورقه خارجيه، وتكون جايب لنفسك كده ورقه خارجيه تشرح لنفسك فيها وتبسط لنفسك فيها المعلومات. هيجيلك تعريفات، هيجيلك مقارنات، هيجيلك مصطلح علمي، هيجيلك حاجات كده مبهمه شويه او انت مش عارف ان انت تذاكرها، هتبدا ان انت تكتبها بخط ايدك مره واثنين وثلاثه لحد ما تثبت في دماغك وتحفظها. خليكم فاكرين ان انا قلت لكم ان الماده دي محتاجه حفظ وفهم، فاحنا عايزين نوازن ما بين الاثنين علشان ما نضيعش. عندنا المصطلحات العلميه بقى اللي عامله مشكله للناس كلها. انا بالنسبه لي انا كنت بحفظها بالكتابه، كنت بكتب المصطلح العلمي اكتر من مره. الاسئله بتثبت جدا يا جماعه المعلومات اللي في الدرس. عارفين التمارين اللي بتبقى كده موجوده ورا كل درس لازم ان انتوا تحلوها، لان الاسئله دي بتثبت اي حاجه انتوا حاسين نفسكم مش تمام فيها.
وانا بذاكر كده اعلم على الحاجات اللي انا مش فاهماها، وابص في المفكره بتاعتي. المفكره دي زي ما قلت لكم شامله كل حاجه. الناس اللي مش عارفه تحفظ القوانين هتحفظها من المفكره، والناس اللي مش عارفه تحفظ الجداول والمقارنات برضه هتحفظها من المفكره. المفكره فيها المعادلات والتجارب والرسومات، كل حاجه انتوا مش عارفين انتوا تحفظوها. المفكره لما لكم الدرس كله كده بس يعني تبقى صغيره، وهتهيأ لكم ان الموضوع مش كبير. ولما لنا كده الوحده الاولى الوحده الثانيه وكل حاجه متقسمه وتمام جدا. كل اسئله علل، كل اسئله المصطلح، كل اسئله من النتائج، كل حاجه موجوده في المفكره دي. فبجد انصحكم ان اللي معاه كتاب الامتحان يطلعها، ما تركنوهاش كده وتسيبوها، لا دي بجد حاجه يعني مش طبيعيه. انا كنت براجع منها في ثالثه اعدادي، وعايزه اقول لكم دي واحده من الحاجات اللي ساعدتني ان انا اقفل الماده. العلوم انا مقفلاها الترم الاول ومقفلاها الترم الثاني، فعايزه اقول لكم ان بجد من احسن الطرق اللي ساعدتني ان انا الم الماده دي، لان الماده بصراحه كبيره وفيها حاجات كتير قوي، فيها رسومات وحاجات كتير محتاجه ان هي تتحفظ. نيجي بقى للطلاب اللي هتراجع يوتيوب، وللطلاب اللي عايزه المدرس هو اللي يراجع لها الماده كلها وتختصر هي كل الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها دي. بس في نفس الوقت طبعا لازم بعد ما هنسمع الفيديو لازم ان احنا هنحل ونطبق على الكلام ده كله، ولازم ان انا يكون معايا ورقه وقلم كده واكتب اهم الملاحظات والحاجات اللي المستر هياكد عليها ويقول عليها ان هي مهمه. عندنا طبعا قناه دكتور احمد مكرم شرحه ممتاز جدا جدا في العلوم. طبعا بينزل فيديوهات الاولى والثانيه والثالثه اعدادي، عامل فيديوهات حلوه قوي زي اللي انا وريتها لكم دي. وكمان عندنا قناه الخطه التعليميه برده في الاولى والثانيه والثالثه اعدادي. القناتين دول ممتازين جدا، تقدروا ان انتوا تراجعوا معاهم بكل سهوله وبكل بساطه، مش محتاجين بقى ان احنا نقعد ندور ونتوه. انا جبت لكم افضل قناتين. طبعا زي ما احنا متفقين ان الحل ده معتمد علينا احنا، لازم ان انا كده اجيب الكتاب او المذكره بتاعتي وابدا ان انا احل، او اشغل فيديو المستر بيحل واوقف الفيديو وابدا ان انا احل مع نفسي. الحل ده من اهم الخطوات اللي هتساعدكم ان انتوا تكونوا ضامنين الماده. عارفين كده لما بنخش امتحان لماده انا حله فيها محافظات كتير وحله فيها نماذج وامتحانات كتير قوي، فبحس كده ان انا مطمنه الى حد ما. لكن لما بخش الامتحان لماده انا اصلا ما حلتلهاش ولا سؤال، ولا اعرف نظام الاسئله بيبقى عامل ازاي، ولا عارفه اي حاجه، فكده هبقى متوتره وخايفه، ومش هبقى زي ما اكون داخله الماده انا عارفاها وفاهمه الدنيا ماشيه ازاي في الاسئله وكده. طيب هنيجي بقى لاهم حاجه، الامتحان بيجي منين او احل ايه عشان اتاكد ان الاسئله هتيجي من الموضوع الامتحانات دي. اهم حاجه يا جماعه تحلوا من المحافظات السنين اللي فاتت. حاولوا ان انتوا تحلوا الكتاب بتاعنا المراجعه ده بيكون موجود فيه في الاخر طبعا نماذج وامتحانات السنين اللي فاتت والمحافظات والحاجات دي، حلوها وتاكدوا ان انتوا حلينها كلها. ان شاء الله الامتحان مش هيخرج من الافكار اللي بتكون موجوده في المحافظات دي. وكمان بالاضافه لامتحانات او اسئله كتاب المدرسه موجود برضو في كتاب الامتحان، الكتاب المراجعه اللي بيكون جاي معاه وكتاب التدريبات ده موجود فيه اسئله الكتاب المدرسه او امتحانات كتاب المدرسه. عايزه اقول لكم الاسئله دي لو حلتوها ان شاء الله الافكار هتبقى جايه واحده. وكمان طبعا النماذج الاسترشاديه اللي نازله على موقع الوزاره حلوها في كل المواد نازله، فحلوها في ماده العلوم وفي المواد التانية كلها. ان شاء الله ماده العلوم مش هتاخد معاكم 3 ايام وهتكونوا لمنها، بس لو عملتوا ليها جدول كده وخطه وقسمتوا المنهج على 3 ايام دي وبداتوا فيهم ان شاء الله تلحقوا وتخلصوا الماده. اكتبوا لي بقى في التعليقات اسامي مدرسين تانيين للماده دي، لو اي حد يعرف اسم مدرس يكتبها ونفيد زمايلنا كده. اكتبوا لي في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون لمادة ايه، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي.